السلام عليكم يا رجالة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلك بطريقة توثيق رقمك من على الواتساب عبر جميل الشركة. تمام. انت هتيجي تقولي هنوثقه ازاي؟ هقولك تعالى معايا على واتساب اعمال، بس لازم التوثيق ده يا حب، مش لازم واتساب ماسنجر، لا ده انت عاوز واتساب اعمال. هتقول لي ليه واتساب اعمال؟ هقول لك لان في نشاط تجاري فيه. طب تمام، تعالى معايا كده واتساب الاعمال اهو، هنخش عليه. هطلع كده من ده. عندك هنا تلات نقط. تمام. عندك الاعدادات. عندك هنا الاسم بتاعي مثلا، هندوس عند الصورة كده من فوق. تمام. عندك الاسم، اسم النشاط التجاري. تمام. ده هنعوزه دلوقتي. وواتساب الاعمال، عنوان النشاط التجاري. طبعا في ناس برضو بتكتب اللي هو عنوان نشاط تجاري، في ناس بتكتبه عند امك ومش عارف ايه الكلام ده كله كده. انت فاهم؟ لا انت هتكتبه هنا واتساب الاعمال. هرجع واقول لك انت محتاج واتساب اعمال برضو لو انت مستخدم نسخة واتساب ماسنجر. تمام، ما علينا. هنا هنا موقع الكتروني. يعني ايه موقع الكتروني؟ هقول لك دلوقتي. في موقع الكتروني اللي هو مثلا عندك اللي هو اليوتيوب. طبعا انت بتاخد النسخ للقناة بتاعت اليوتيوب عشان تنشرها عندك. لا انت هتاخد ايه؟ نسخ للقناة بتاعت اليوتيوب بتاعتك، العنوان بتاعها. تمام. وهتحطه هنا. وعاوز تحطه هنا مرتين، موقع الكتروني هنا مرة وهنا مرة، برضو براحتك. او انت عاوز تحط موقع فيسبوك بتاعك انت الاساسي هنا برضو عادي، مفيش اي مشكلة. ماشي. هنا عندك البريد الالكتروني، والبريد الالكتروني احنا لازم هنستخدمه دلوقتي. ازاي انت تحط البريد الالكتروني هنا؟ طبعا هو بيقول لك البريد الالكتروني انت تحطه هنا. ماشي. ولازم اهم حاجة هنا. ماشي. هنا بيقول لك مرحبا فريق دعم الواتساب، أرجو توثيق حساب بالعلامة الخضراء حتى أتمكن من التواصل مع العملاء وأحصل على مصداقية في التعامل معهم. أرجو توثيق الحساب باسمي اللي هو اسم النشاط التجاري، وهو رقمي اللي هو رقم الواتساب بتاعي، وهذا البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني ده اللي أنا قلت لك أنت محتاجه. تمام. وعنوان المنطقة محافظة الشرقية، وشكرا. واتساب. تمام. ديت هناخدها نسخ دلوقتي زي كده عشان هنعوزها عند ايميل الشركة. تمام. ده الوصف. عندك هنا مثلا اللي هو التوقيت، الساعات العمل مثلا. اللي هو الساعات العمل عندك مفتوح ضمن ساعات المحددة، وعندك مفتوح دائم، وعندك مواعيد فقط. طبعا نعملها ايه؟ مفتوح دائم. هنطلع من ديت. طبعا عندك المنتجات. تمام. هندوس عليها. عند ديت لازم تحط المنتجات دي. انت فاهم؟ يعني انت لازم تحط المنتجات دي لزوما عموما يعني. عندك واخر حاجة عندك التعليم. بص انت لازم تكتب كلمة تعليم هنا، او انت بدماغك في نشاط تجاري اخر، خدمة سيارات، ملابس، فنون ترفيهية، والكلام ده كله، بس انا عاملها تعليم عموما. هنطلع نطلع كمان واحدة. عندك هنا نخش على جوجل بلاي. تمام. بالطريقة ديت. عندك بص عندك ايميل فريق دعم الواتساب. هتكتب ايميل فريق دعم الواتساب. هتدوس عليها زي كده بالطريقة ديت. النت بس عنده ضعيف جدا وجد. انا بص يا حب، التواصل مع فريق دعم الفني في الواتساب، اللي هي دي هتدوس عليها. هنا يا حب بقول لك التواصل مع فريق دعم الفني في الواتساب. عندك هنا دعم واتساب، فريق دعم المسؤول عن خصائص الامكانيه والوصول التقنيه المساعده. طبعا احنا عندك هنا بلاغ عن مشاكل تعليقيه بامكانيه الوصول او المشاركه بمتحركه. لا احنا هندوس اتصال بنا. التواصل معنا مش تمام. عندك هنا البريد الاساسي اهو. بص البريد الاساسي اهو. طبعا اول حاجه هندوس على البريد زي كده.
بص يا حب، هو اول حاجه حاطط لك ايه؟ الاسم بتاع الشركه بتاع التوثيق. تمام. هنا هتعمل ايه يا معلم؟ شفت هنا ايه؟ اهي. ادي البريد الاساسي بتاع الشركه، البريد الاساسي بتاع الشركة. تمام. وهنا ده السؤال بتاعهم، يعني بقول لك هنا اهو: مرحبا فريق دعم الواتساب، ارجو توثيق الحساب بالعلامة الخضراء حتى اتمكن من التواصل مع العملاء واحصل على مصداقية في التعامل معهم. ارجو توثيق الحساب باسمي وهو رقمي وهذا البريد الالكتروني وعنوان المنطقة محافظة الشرقية وشكرا واتساب. طيب بص يا حب، بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول حاجة هندي مراسلة فوق. تمام. اهو مراسلة. هيطلع زي كده. تمام. هنيجي عند الحافظة مثلا. بص، هنيجي عند البريدات الإلكترونية. البريدات الإلكترونية بص هتخش عليها زي كده. عندك أول حاجة اللي هما التلات شرط اللي فوق دول، هتدوس عليهم بالطريقة ديت، وعندك كل البريدات الواردة هتدوس عليها. اصبر بس يا حب لما يحمل معانا بالطريقة ديت. عموما هيرد علينا دلوقتي. انا عندي الشبكة زفطة اصلا، بس ان شاء الله باذن ربنا هيرد علينا دلوقتي. طب نطلع تاني كده ونخش برضو بنفس الطريقة، عشان بس النت عنده ضعيف بجد. اهو بص، فريق دعم في الواتساب. هتخش طبعا لسه باعتين اهو. بص تحمل. هي عموما لسه بتحمل. بص يا حب، هذا ما تكتب: مرحبا فريق دعم. بص ثانية كده، ترجمة. هنا ايه؟ رقم الطلب الدعم: هلا، شكرا لتواصلك مع واتساب الاعمال، لقد استلمنا رسالتك ونتواصل معاك في اقرب وقت ممكن. تمام. يعني شوف هم ردوا عليك بنفس الوقت. هنا بقى في الحتة ديت، في يعني هنا بقولك: شكرا لتواصلك مع واتساب العملاء الأعمال، لقد استلمنا رسالتك ونتواصل معاك في أقرب وقت ممكن. تمام. هنا في الوقت ده هيرد عليك، هيقولك: هات رمز المنطقة الدولة بتاعتك. رمز المنطقة بتاعتك ازاي يعني؟ بص، انت هتحط الرقم بتاعك اللي هو الزائد 2، وبعد كده رقم تليفونك او رقم الواتساب بتاعك، عشان يقدروا ان هما يتواصلوا معاك عن طريق الجيميل بتاعك او عن واتساب اللي انت داخل بيه. تمام. ديت عموما انا جبتها لك دلوقتي، يعني هما يردوا عليك كمان وقتين. بص هيرد عليك في اللي هما يقول لك هات رمز الدولة امتى، يعني هيرد معاك عن دلوقتي الساعة 3:43، يعني الساعة 4:15. هيرد عليا ان شاء الله حوالي الساعة 3 الفجر او 4 هيرد عليا. تمام. بعد ما يرد عليا هديهم الرقم. بص هروح ادوس رد. بص هدوس رد هنا. بص هدوس رد مثلا هنا اهو. بص يعني انت هتعمل ايه؟ يعني مثلا بص يا حب، هناخد مثلا الرقم بتاعنا زي كده.
هناخد الرقم بتاعنا زي كده نسخ مثلا، وهنعمل ايه كده. بص انت تعمل ايه اهو، الزائد بتاعنا، الزائد بتاعنا هنا، وهتديله برضه ايه مراسلة، يعني بعد ما يرد عليك بعدها ب24 ساعة هيرد عليك. طبعا انت مش هترد على الشركة دلوقتي، بعد 24 ساعة بالظبط هترد عليهم. هيقول لك هات رقم التليفون برمز الدولة، مثلا زي روسيا زي ألمانيا والكلام ده كله. هتروح جاي مديله مراسلة زي كده، تمام. وهيقول لك هنتواصل معاك برضو. وبعد كده يعني هما بعد كده ان شاء الله باذن ربنا 3 ايام او 4 ايام بالكتير رقمك هيتوثق على الواتساب، تمام. بص يا حبيبي بقى، ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتقدر اخوك بكومنت حلو، وتكتب كومنت حلو كده يعني شجاعا لاخوك، لان والله العظيم يعني ماليش بركة غير اخواتي اللي هم انتم وكده. وان شاء الله في طريقة نازلة تانية، يعني الطريقة التانية ديت نازلة اقسم بالله جمدان عموما يعني. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.